كل سنه طيب يا استاذ تامر. انت طيب يا استاذ عمرو. سنة طيب انا عارف ده جو حضرتك، الواحد ما يشتغلش فيه خالص ولا ينزل يسجل ولا اي حاجه يعني. ولا اي حاجه جو سقع يعني. والله، ولا الجو ده ولا بقيه السنه ولا السنه يعني. كلها. عايز اقول لك على حاجه، الناس كلها بتبعت لي بتقول لي مين اللي بيكتب لكم الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ مش متخيلين ان ده تهييس يعني، وان احنا بنقعد قعدات كده واحنا مش عارفين اصلا احنا هنتكلم في ايه ولا هنقول ايه ولا اي حاجه يعني. الحاجات كلها بتطلع كده ربنا. احنا في راس السنه فيعني، ولا هم بيسالوا على الحلقات اللي لا فاتت؟ لا، على اللي فاتت لا سيبك، مش موضوع رسم. لا هو بص، هي الحمد لله بتبقى نوع من العشوائيه المنظمه. ودي نظريه احنا اخترعناها دلوقتي. واحنا قاعدين حالا دلوقتي احنا قاعدين. ايوه. وهي بتتلخص في مجموعه نقاط ما احناش عارفينهم اصلا. اللي اخترعها ناس ما نعرفهمش وماتوا وليها هدف واحد احنا ما نعرفوش. لا عارفينه. انت عارف الهدف ده؟ نطبطب بجد يعني. النهارده فعلا بجد انا مش عارفين نتكلم عن ايه. عن ايه يا عم؟ احنا خلاص سنه جديده، هنتكلم على القديمه والجديده مثلا، واخد بالك؟ الناس كلها بتتكلم في الحاجات دي. ايه ده؟ واحنا مش الناس كلها ولا لا احنا لازم متميزين متفردين. هنقعد نقول بقى ان هو ايه، سنه ذهبت بمش عارف ايه وانت سيء في روايه احدهم والحاجات دي. طب ما نعمل دقيقه كده. إيه؟ نعمل دقيقه اوفر كده عادي من حقنا. نافور. طيب السنه تامر 2024. لا الاول انا طيب اسالك. ماشي اوكي. استاذ تامر، ايوه، سنه 2024 مرت عليك ازاي؟ احلامك، الامك، اقلامك، طموحاتك، مش حاجه اقولها ازاي؟ 2024 بالنسبه لي يخرب بيتك، اعمل فيها ايدي في المونتاج. بالظبط بقول لك خليك تقليدي الاول. مش عارف انا هقول لك، مش لازم اقول احساسي. انا عشان ابقى 20 بالنسبه لي اترجمها ايه دي؟ زي زمان قال لك اكتبها ازاي. انما 2025 مختلف. يعني انا متوقع ان شاء الله رب العالمين انه 2025 هتبقى اهو مش انا قلت لكم؟ هتبقى حاجه مختلفه. اللي مربي فنان برضه. اللي ربك يغفر اللي اشتغل، انت عارف يعني. ايوه. طب خلاص بقى، لا انت اديتك فرصتك، اديني انا فرصتي انت دمرت فرصتي اصلا. الفنان عمرو رمزي معانا مع كل المشاهدين النهارده. عايزك تحكي لنا عن 2024 بالنسبه لك، طموحاتك، احلامك، اقلامك، عملت فيها ايه؟ شوف، هي 2024 كرقم في الاول يعني رقم حلو. هل لاحظت انه الرقم ده كان رقم اوضتي بيتقسم على 2؟ الرقم ده بيتقسم على 2 يطلع كام؟ انت متخيل؟ دي مش مشكلتي بقى، انا ضعيف في الحساب، انا مش بس ده رقم يطلع 1 12 10 12 مثلا. 10 12 ده كان رقم جلوسي في ثانويه عامه. ودي لفتت نظري اول السنه، اول يناير. لفت نظري ان هذه السنه تقبل القسمه. يا سبحان الله. فقلت يبقى اكيد حبايبي ليهم نصيب في السنه اعتقد دي. ان ده يعني ده درس مهم جدا للساده المشاهدين، ان هم يعرفوا انه يعني المعلومات طبعا الفظيعه دي. بالظبط. 2025 بالنسبه لك مش مرتاح لها لانها لا تقبل القسمه على 2. هنا ودي سنه بالنسبه لي انا، السنين الفرديه دي خلاص بتبقى بالنسبه لي فيها شيء من ال هل جالك الاحساس ان الناس اللي ورا الكاميرا دلوقتي كلهم بيعملوا كده؟ مش احساس، انا شفتهم اللي انتوا بتعملوه ده شفتهم. وقال لك احنا فاكرينهم محترمين وجايين نصورهم وبتاع. طب ايه تفتكر يعني موضوع ان احنا قلنا نبتدي الحلقه يعني يعني نفتكر ان احنا مثلا عشان نتفائل بالسنه الجديده. أيوه. ممكن مين يبقى معانا النهارده مثلا من اصحابنا؟
يعني هو بص اولا انا عايز اكد بس على حاجه عشان ان احنا مالناش اصحاب. لا ده ناكد على حاجه بجد، غير ان احنا مالناش اصحاب. انه احنا الكونسيبت بتاعنا احنا مش بنعمل بودكاست عشان نجيب نجوم ونتنجم ونعمل مش عارف ايه وبتاع. احنا قعده صحاب انا وانت، وبنتكلم في مواضيع، وبنجيب الشباب الصغير علشان يشاركونا وجهه نظرهم ويعلقوا على اللي احنا بنقوله، اللي هو الجنزي، اللي هو جنزي، الجنزي ونتعلم منهم. بالظبط. تمام، ده الكونسيبت بتاعنا، لان هم عقليتهم يعني مختلفه تماما. بالظبط تماما. الجيل ده حقيقي بيبهرني وبنتعلم يعني منه والله العظيم بجد فعلا. فعشان يعني كده احنا مستمرين. احنا مثلا اذا كنا في حلقه قبل كده جبنا حسام فارس صديقنا، وجبنا احمد الموجي اللي كان متجوز 6، واحمد الموجي وبتاع فدي كانت حلقات اكسبشن يعني، علشان المواضيع اللي كنا بنتكلم فيها عن الكلاب وعن لكن لازم عن نرجع تربيه الكلاب وعن تربيه الازواج. احنا كنا بنتكلم على، فعشان كده جبنا النموذجين دول. لكن مش ده السيستم بتاعنا. السيستم بتاعنا ان احنا ما بنجيبش نجوم، احنا بنجيب جين زي او الشباب. هو جه من بدري، بس هو محترم اكيد. ده مش هو اللي قال كده، بس هو صوته متهيألي محدش عارف صوته اصلا. هو انت قلت له ده صوت حد من جينزي؟ ما هو لا، هو ايه اللي جابه؟ ده بالع طريشه. ايه اللي جابه؟ انت قلت له يجي ليه؟ مين؟ مش هو ده الضيف بتاعنا؟ هو يا حبيبي بيسمع في اي تسجيل في اي حته بيروح راشق. طب انت موطي صوتك ليه؟ ما عشان هو واحنا موطين صوتنا ليه؟ هو بره. ما هو بره ايه، بس هو ممكن يسمعنا. ولا ده خوف؟ أنا خفت. ده خوف صح. ده خوف. طب ايه، نخليه يخش ونقضي الحلقه وخلاص. مفيش مشكله يا عم، اي حاجه هبقى اشيل كل ده في المونتاج. مش هتقول اللي بره. بس بقى وري هو الراجل قال لكم دقيقتين وقدموني عشان ادخل واتكلم. خلصنا ايه؟ راجل مين؟ المخرج. مفيش، هو المخرج أنا قاعد قدامك المخرج. اهو اصلا. انت اللي بتخرج. ايوه. وبعدين انت حضرتك تفهم ايه على البودكاست؟ حضرتك تعرف يعني ايه بودكاست؟ بالظبط. حضرتك تعرف يعني ايه بودكاست؟ بنجيب الكاست ونبده. نفسينا مش عارفين يعني ايه بودكاست. احنا عاملين كل ده عشان نفهم يعني ايه بودكاست. عشان نفهم يعني ايه ولو فهمتوا هتعملوا ايه؟ ازاي؟ لا بتفرق. استثمروا بقى. هتفهم طبعا. انتوا هتفهمونا يعني في الاخر بقى دي يعني دي النضاره عشان نفهم ايه. طب ادي اول سؤال مثلا. انا عايز افهم ليه قلعت النضاره؟ لا ليه لبست النضاره الاول اصلا؟ ليه التقليعه دي يعني؟ دايما بشوف يعني غير عمرو عبد العزيز يعني، بس اشوف يعني نجوم بقى بجد، او يعني ممثلين نجوم بجد. يعني ممثلين بقى ممثلين بجد. ايه يا جدع انا ما يصحش. بيلبسوا دايما نظارات كده وبتاع، ونظارات بينك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه نجوم بجد؟ ما هو مره الراجل ده ايه يا عم صاحبنا يا عم، انا مش نطبطب عليه يعني دلوقتي. ايه تقليعه النضاره اللي والله هو اللي قال؟ انت بتبص لي كده ليه؟ ايه تقليعه النضاره اللي بتتلبس على طول ليل نهار لا هي مش تقليعه. هي انا فعلا بيبقى عندي مشكله من الاضاءه المباشره اللي في وشي كده. والنضاره دي اصلا هي شمس نظر. اوكي. فهي خلي بالك اللي بيبقى لابسها ده ما يعني زي الله يرحمه الاستاذ محمود عبد العزيز، النضاره اللي كان بيلبسها دي كانت شمس نظر مش شمس بس. أيوة مش الموضوع ده قديم قوي. مش لا بس دلوقتي بقت تقليعه اكتر منها موضوع يعني انا عارف ان ده المشكله دي عندك او بتاع، بس فكره ان انا ببقى مثلا في مهرجان ولابس مش عارف البدله ايه، فاروح لابس النضاره صفرة عشان تمشي مع لا ولا ده ايه؟ الالوان ده بتبقى ماشي، لكن في ناس بتلبسها فعلا. يعني انا واحد من الناس بلبسها. انا بحب عشان في عندي مشكله لما بيبقى في اضاءه دايركت لفتره طويله بتوجعني. نعمل ستوب زي الفنان. نعمل ستوب يعني، ما بلاش نشتغل، نعمل ستوب عشان حضرتك بتتضايق. خلاص بقى خلاص. بس لا مش خلاص. خدت بالك بس خدت بالك من حاجه. قال لك ايه؟ قال لك زي الفنان محمود عبد العزيز كان بيلبس. دي ميزه يمكن الناس كتير ما تعرفش في عمرو، انه فاكر عبد الله احمد عبد الله ميكي ماوس، المؤرخ السينمائي اللي كان بيحكي لك تفاصيل الفيلم اتعمل ازاي ومين كان على علاقه مين. قال لك مقاس نضاره الاستاذ محمود عبد العزيز تخيل ده جدا. وانت بتتريق انا نفسي اعمل ده جدا، واذيع يوم الجمعه قبل الفيلم ان انا اقعد اتكلم واحكي على كواليس واحكي على انا عندي كميه حكايات
تعمل 116 حلقه. جبت الحكايات دي منين يا عمرو يا عبد العزيز؟ بالظبط كده. جبتها منين؟ يعني ليه تتلصص على الناس؟ اتلصص؟ ايوه ليه؟ أيوة، أنا حرامي. ليه حقيقي ليه؟ لا اتلصص ليه؟ حكايات يعني عبد الله احمد عبد الله جاب الحكايات دي منين؟ كان بيتلصص. لا بس ده الراجل ده كان عنده 90 سنه وكان حاضر كل الكلام ده اصلا. ماشي. أيوة. ما انا برضه يعني عندي 90 سنه وحاضر، كان حاضر بلاوي. انا ساكت بقالي كتير. انا ساكت بقالي كتير. اتكلم يا استاذ. انا اتكلمت. احنا جايين النهارده ندي لك الفرصه انك تتكلم يا استاذ دي اخر حلقه ليك على الميديا كلها. اتكلم. انا حلقة ساكت لينا. بقالي كتير. عايز اتكلم. لا بجد، يعني انت مثلا هل بتقرا في التاريخ بتاع السينما او بتاريخ حاجات، ولا دي حاجات بتسمعها من نجوم؟ لا طبعا هي بتبقى، بص يا تامر، هي بتبقى ميكس. استاذ تامر. يا استاذ تامر، ده البرنامج بتاعي. يا استاذ تامر. ايوه بتبقى ميكس. طب انا هقوم انا. دي بتبقى ميكس انا كده. شايف الشر في عينيه. هي بتبقى ميكس كده استاذ تامر. ايوه. من حكايات على مواقف انت بتحضرها، على حكايات. طب ما دام انت بقى عارف التاريخ، أيوة. وهو قال لك قول لي يا استاذ تامر احكي لنا حاجه عن الاستاذ تامر. ليه طب ما تحكي لنا حاجه عن الاستاذ عمرو رمزي. انا ما قلتلوش قول لي يا استاذ، ده انا اخوه، ده حبيبي. اخواتي اشقية ما نخافش من البشرية، قلبنا رمينه في تابوه والشغلة معانا مادية. عمور. اوكي انت عمور. بتطلبني انا يعني. انت اللي قلت اقول له. لك سر على تامر فرج، شخصي ولا أرجوك. فني؟ 3. لا شخصي، مش هقدر شخصي اتكلم. وفني شخصي وعرفي. 3. والله العظيم الواد ده مسوق سمعتي. على فكره الناس كلها بتعلق عليك ان انت واخد الموضوع جد وعامل فيها ان انت يعني محترم قوي مش عارف ايه، وجايبني انا الوحش بقى. وحش من ليه؟ الحلقه اللي فاتت. وحش ليه؟ من الحلقه اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت انا كنت قاعد مع 2 ماشي. اتجوزوا 12 ست. اوكي قاعد مع شخصين. قول يا استاذ عمرو، قول يا استاذ عمرو، ايه اللي تعرفه عني؟ خلاص هو كده. فاصل. انا شفت رغبه دفينه في عينيه انه يشقك نصين. طب بص الف له اشاعه. احنا قلنا الاشاعه بتاعت ناديه الجندي المره اللي فاتت. حسام فارس. قلناها والدنيا مقلوبه. خلي بالك، انا موضوع حسام فارس، انا موضوع الاشاعه بتاعت حسام فارس دي قعدت معايا 4 سنين او 5 سنين يا ابن اللذينه. وبعدين بقى ايه ده، حصل مره موقف عايز اقول لك على موضوع الاشاعه دي. كنا انا وحسام رايحين نعزي. فالمهم خارجين من العزا، خلاص خارجين، ولقيت انا وحسام خارجين كده، فلقينا مين داخله في وشنا؟ مدام ناديه الجندي. فانا رحت ساعه خطوه شمال كده، فهي واقفه بتتكلم مع حسام، فحسام عايز ينجز في الكلام معاها عشان الاشاعه ما تتاكدش. لا عشان ده ما يصوروش. انا بطلع موبايلي بس عيب عليك، عيب عليك يا باشا. صفحه 3 كتاب الشيطان عشان اصور حسام. فهو حسام واقف عامل من بعيد بشوفه لاقي يطول معاه في الكلام. قال لي ده انا كنت هصوره فيديو، فهو جاي بقى عامل لي كده، هي في ظهره بقى خلاص. حسام هو مش قال لي هسيب عليك الكلب، هسيب عليك الكلب. قلت له انت كلتها بسرعه ازاي كده؟ قال لي ما انا عارف ان انت كلب وعايزني اطول معاه في الكلام، انا لقطتك وانت واقف يعني وراها. طب لو كنت لقطت الصوره دي يا عمرو كنت هتنزلها وتكتب عليها ايه؟ حسام فارس يعترف علاقتي بناديه الجندي اشاعه. قول لنا حاجه حقيقيه عن تامر. احنا مش عايزين ليه عن تامر؟ ما خلاص خرجنا من تامر واتكلمنا في حسام فارس لا اصل كان قرب ينسى. طب استنى، ايه الاشاعه اللي طلعت عليك انت يا عمرو؟ الاشاعه طلعت عليا اشاعه ان انا وريم البارودي ارتبطنا. اوكي. واحنا يعني احنا كنا قصدي يعني ايه، انا وريم البارودي قاعدين مره بنهزر ان الناس بتمسك في اي خبر في اي حاجه فقلت لها بقول لك ما تيجي نعمل ان احنا از ريليشن شيب. قالت لي يلا. طب يعني مش طلعت عليكم الاشاعه؟ انتوا اللي مطلعينها. ده انتوا طلعتوا الاشاعه. ايه بقى؟ ان احنا عملنا كده على الفيسبوك زمان، يعني ان احنا از ريليشن شيب وروحنا مشينا. اوكي. صحينا من النوم بتاع 113 تليفون طبعا، الصحافه كلها صحفيين ومش عارف ايه وخلاص، ولا بلا 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 بلا. يعني قعدنا يومين
اليوم الثالث قلنا يا جماعه انا وريم البارودي كنا بنهزر، احنا اصحاب واخوات مش عارف ايه. انتوا اللي كنتوا بتهزروا. لا الناس لا. بقى الافيه لا حول ولا قوه الا بالله. طب ما انفصلوا. تستهدوا بالله، انفصلوا بدري. انتوا لحقتوا، لا انتوا خدتوا عين، انتوا عبتوا يا جماعه. طب عشان حتى العيال تتربى في وسطيكوا. أيوة، يعني عشان اي مش كده حاجه. يعني. احنا بقى عندنا في مصر للاسف بجد مش هزار. كان حتى الاستاذ محمد صبحي بيتكلم في القصه دي. بص لازم يقول تلاقي لك في فنان دخل في الموضوع لا 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 ده فيديو متداول، مش انا اللي بتكلم. سنة كام؟ لا والله كان يتكلم يقول لك فلان طلق فلانه او فلانه مش عارف ايه، او رفعت قضيه على فلان. الصحفيين يتكلموا ومصر تتكلم وبرامج وصحفيين، حد ياخد جايزه في مجال مهم على الله الحكايه. ولا خبر في القناه وتيجي علينا احنا بقى، ودي في الاخر خلي بالك بتيجي علينا احنا. ان الناس بتمنتج بقى، بتشوف ان كل الاخبار المتداوله عننا هي الاخبار الشخصيه، المشاكل، الاخبار اللي احنا اصلا ما صدرناهاش. يعني انت سافرت تصيف، انا حر سافرت تصيف، اما ينزل وانتوا عندك خبر فنانين بقى، انتوا يا بتوع الهشك بشك وبتاع. لا انت بتشتغل كام ساعه؟ لا. بتعمل مجهود قد ايه؟ انت بتحاول قدر الامكان ان انت تعمل حاجه كويسه. لا ده قد في إيه؟ حاجه تانية تشيلك. كل ده مش مهم، كل ده مش ده مهم. في حاجه تانية تشيلك اكتر بقى. الجديد بقى اللي طالع اللي هو العيال بقى اللي هو يقول لك انا صحفي، هم مالوش علاقه بالصحافه، هو ماسك موبايل. الموبايل. وانت رايح تعزي، خلصت العزا هو ماشي وراك لغايه العربيه. ليه؟ السؤال بقى يعني ليه؟ لا طب لو سألك بقى السؤال بيبقى ايه؟ تحب تقول ايه للمتوفي؟ اول هقول له ايه؟ اول مصحف هقول له ايه؟ وتقول ايه لعيله المتوفي دي مثلا مفهوم، بس تقول ايه المتوفي؟ اقول له ايه؟ هقول له ما انا إيه؟ كنت قلت له وهو عايش يعني يا جماعه، يعني ايه اللي ممكن هو دي بتحصل فيه كلام بين اللي عايشين فوق واللي تحت. طبعا. لا وبعدين يعني في كلام الناس دي بيفضلوا تعرفه احنا ما معانا نعرفوش. 40 يوم لا وتبقى روح خارج من موجودة المقابر مثلا في حاله انت متضايق جدا، واحد دفن زميل او دفن صديق ليك، تقول بقى لله فتره ولما حياتك بقى. تقول ايه علاقتك إيه؟ هقول إيه علاقتي بايه في امتى؟ عمرو عبد العزيز يثير الجدل. في ايه بالظبط؟ هل بتحب تثير الجدل؟ خالص ولا لماذا تأخر زواج عمرو عبد العزيز؟ هل عمرو عبد العزيز اصبح في دور العنوسه؟ لا لا يا ساعات جماعه لا ساعات بيه. انا هقول كل حاجه. قول انت في 3 قول. اسئله اتسالوا. لا دور العنوسه لا يا فندم، انا مش عارف لسه، انا لسه الحمد لله ولد ولود. انا لسه ولد انت ولود. لسه ولد ولود. لسه ولد ولود. السؤال الثاني يا استاذ القطر اللي فاتك ما فاتش. ليه ما هتركب فاتش؟ اخد اللي بعده. هتركب ايه بقى؟ السوبر جيت. قطر فاتني هاخد السوبر جيت. هو انا هفضل واقف على محطه القطر؟ القطر فاتني ليه عمرو عبد العزيز ما اتجوزش لغايه دلوقتي؟ النصيب والله النصيب. بص اقول لك على حاجه، انا الكار ده مش كاري. الجواز ولا كارنا خالص كلنا على فكره. انتوا متجوزين يا حبايبي، هي فرصة. ومخلفين يا حبايبي. مش لا قصدي. استنوني. مش قصدي. قولها تاني. انا قصدي قولها تاني لوحدها. مش كار عربيه. It's مش كار. not a car. It's not a car. أوكي. يعني لينا يعني الجواز مش عربيه بتسوقها. Let's take another car. another لا مش another سيم أوكي. كار، بس الجواز مش عربيه بتسوقها وتسيبها أحلى وبتاع. حاجة الجواز فيكم. حياه. احنا عشان اتكلمنا فرانكو فانت تهت مننا احلى شويه. حاجه فيكم ان انتوا الاثنين حودتوا، عشان عارفين انتوا ممكن تيجوا تباتوا عندي بالليل. احلى حاجه يعني ايه اللي هو هتخلصوا الحلقه الاقي عمرو انا جاي لك. أيوة. هو انت بايت فين عمرو أنا النهاردة؟ جيت لك. انا جيت لك. يعني انتوا ما شاء الله بالظبط. انتوا كل واحد فيكم راجل بيقول كلمه حاضر بترج البيت. حنفي خلاص هتنزل المرة دي. انا الله بحضركم. اكبر الله أنا اكبر. طب بحضر- نرجع هل عمرو عبد العزيز انت زي ما الاشاعه طالعه عنك انت ما اتجوزتش عشان انت هو احنا هنا بنكافح الاشاعات ولا بنطلع استنى اشاعات؟ بس انا مش عشان فاهم. انت ما عندكش وقت. فلوس؟ لا موضوع الجواز لا خلي بالك. بالمناسبه يا موضوع- جماعه ولا- عمرو عبد ولا- العزيز من اغنى الفنانين في مصر حرفيا. صح عنده كميه كرامه وعزه نفس جدا. تغني بلد صح، ده حقيقي. حقيقي. اما بالنسبه للماده والحاجات دي فقصه الاقساط دي كلها معروفه، لكن انا بتكلم على الكرامه، بتكلم على لا الا الدموع. الا الدموع. صحيح. صحيح. سيبنا كمل. طب اتفضل. اقدمك للناس. قدمني. فهو في حته الكرامه هو؟ دي هو ايه هو دي؟ أيوة. فاكر الاغنيه بتاعت هو اللي مجنني، هو فاكر عقلي مني هو. والله العظيم جوز يعني. هو إيه بقى؟ انا قاعد هو؟ بتفرج على يعني انا بتفرج على برنامج ربنا يديله القوه. القوه. يلا يا استاذ اتفضل. فاجاوب على الاسئله دي. ما انا جاوبت وما والله. توهناش على فكره. لا لا لا. عامل فيها صايع. لا والله انا جاوبت هيتوهنا. والله العظيم. إحنا اللي وكان في انا خطبت مره وكان في قصه حب لطيفه جدا. على فكره السؤال ده
بقى السؤال ده اللي قال لنا نساله لك، هي الوالده الباشمهندسه ماما. ايوه ماما. ماما أيوة. ماما فوتت امرها فين لله. أيوة. يعني ماما كانت مدياني فرصه لغايه السنه دي، قالت لي لو ما اتجوزتش تاخد حاجتك وهدومك وتتوكل على الله تروح في اي حته. فما اتجوزتش. لا هي طردته مره قبل كده. ايوه دي ده حقيقة. حقيقي. والله العظيم طردته حصل. مره قبل كده من البيت. ايوه دي حقيقه فعلا. ورحت بقيت عنده والله العظيم. أيوة. كان بعد ما فسخ ما هو الخطوبه. بص، هي حاجه برضو غريبه جدا ان انا في السن بتاعنا ده وتبقى مامتك موجوده بتتحكم فيك، لانه مفيش ست تانية لا تتحكم لا فيك. لا لا مش بتحكم فيه. لا. مش بتحكم فيه، بالعكس ده هو مرضيها، هي مش بتحكم فيه ولا فاهم، حاجه. بس هو احساس غريب جدا ان انت مراتك انت ممكن مثلا تروح متهور عليها ولا حاجه، ولا رامي عليها اليمين لا ده انت. ولا اي حاجه. ده انت. لا انا بتكلم عليك انت. انا بتكلم عليك انت. لا. لكن بالنسبه لما تبقى مامتك بقى بتعمل ايه يا عم لما ببلع؟ امي وست كبيره. يعني مش ما تقولش ست كبيره. أيوة. شوف طنط وهي ماشيه جنبك الناس أيوة. بيفتكروا انها اختك الصغيره. أو خطيبته. او خطيبتك. لولا ان هم عارفين هو مضرب عن الجواز. على فكره يا جماعه معلش بجد، يعني بين قوسين كده، أيوة. فعلا طنط مامة عمرو جميله جدا، ما تتخيلش ابدا انها تجيب السحنه دي. وشيك، تماماً. ست شيك، وست شيك بنت ناس، واليجنت وبنت ناس جدا، ما تجيبش الاشكال دي و- خالص. ومتربيه تربيه مرتين. راقية متربية جداً. مرتين. راقيه جدا جدا. واخد بالك؟ ازاي بقى يجي؟ واضح انها كانت سبحان مسافره، الله. واضح ان في فتره سافرت اعاره كان مقطوع وهي متربيه. لا أمي بجد. ربنا يديها الصحه والله، ربنا يخليها فعلا. انا بشفق عليها من اللي هي بتشوفه معايا يعني. طردتك كام يوم يا عمرو؟ لا هو كان يوم. لا يوم لا واحد؟ كان يوم. كان يوم واحد. طردته. ومش طرده بمعنى طرده، يعني هي طرده اللي هو يعني عارف اللي هو ايه، هي طبعا زي اي ام، اللي هو السي دي المعروف، اللي هو يا حبيبي انا مش عايشه لك، ربنا يديها الصحه، يعني لو عشت لك انا مش عايش لك بكره، وعشان ما تبقاش لوحدك، وعشان الوحده، وعشان مش عارف ايه. طب انا بعمل كده مستحملك عشان مامتك، طب انت لما بتقول لي مش فعايزه واحده اللي هو الكلام الدارج بتاع الامهات. انا باخد الكلام قدامها بتهريج، لكن هي بتتكلم صح. يعني امي فعلا بتتكلم صح. هقول لك بس على هنعمل حاجه. إيه بقى؟ هقول لك على حاجه، انا بعاني بجد من حاجه. لما امي مثلا بتسافر العمره وببقى انا في البيت لوحدي، احساس فعلا ان انت بترجع البيت بالليل، انت بتخش البيت محدش تلاقيه فاضي، مستنيك. مفيش حد. ده قاتل. ايوه. طب ما ده الاحساس اللي خلانا اتجوز على فكره. طب ما ده ما انا بيخليكش انت عارف. تتجوز بقى. ما هو ايه ما ده؟ هو يعني بقى انت مش كنت بتحب رانيا؟ قبل ما اقابل رانيا الاحساس فكره ان انا عايز اتجوز تمام. ده كان ان انا بلاقي نفسي نايم على المخده لوحدي كده وايه ده، والجو هو وبتاع. بالظبط. انت عارف بقى انا كتبتها مره بوست انه الاسباب اللي خلتني يعني بفكر في الجواز. الناس بتقول لي انت ازاي تتجوز مره واثنين وثلاثه وعادي يعني. أيوة. كان عايز ادهن فولتارين في ظهري ومش عارف. او الجازون بالظبط عشان ما ابقاش كداب. لما كنت تنزل ده من الصيدليه، الاسباب اللي تنزل خلتني اقول الصيدلية. لا بس مش راجل محترم فنان يخش الصيدليه يقع. ادهني والنبي الله يخليك الحته اللي ازاي ورا. يعني؟ ففكرت فعلا ان هو الواحد، قلت لو كنت متجوز دلوقتي كنت لقيت حد يدهني فولتارين في ظهري. فدي من الاسباب المهمه جدا بس. تخلي الواحد يتجوز يا جماعه. انت ممكن تعمل اعلان فولتارين على فكره. أو يعني والله العظيم. ولا عمرو تخيل تامر فرج بس الساعه 2 بالليل وظهره وجعه ومش لاقي حد يديله ظهره، ولقى بتاع الامن معدي. انا بجد اقول لك على حاجه، انا كونسبت الجواز مش رافضه، بس انا مبنك منه. يعني انا مش رافض. ليه يا حبيبي؟ ليه مش بقى؟ عارف. يعني انا مش ضد الجواز، بس انا عندي فوبيا، او هو اللي هو ايه تمام، وابقى حابب الموضوع. يعني انا هقول لك على حاجه، البنوته اللي انا كنت مرتبط بيها بعد ما سيبنا بعض فخدت فتره اتقابلنا بعدها، قلت لها وقاعدين في قاعده بالصدفه، فكان قاعدين في القعده الترابيزه اللي جنبي كان مصطفى كامل. فجه قاعد معايا وقعد يتكلم زي ما يكون ربنا بعته، قال لي اتجوز وانا اتجوزت في لحظه ومش عارف ايه، ومن غير ما يعرف اي حاجه خالص. سبحان الله، ما يعرفش والله حاجه ولا العظيم. يعرف ان هي دي البنت ولا اي لا حاجه. لا فجاه انا واحنا بنتكلم كده تاني، قلت لها بقول لك يا بت انا هتجوزك خلاص قولا واحدا. مسافه ما روحت البيت يا تامر والله العظيم 3، وخدت شاور كده وقعدت وعملت كده على السرير. عارف فيلم ويجا؟ فاكر شريف منير؟ اللي هو اقتلها. انا في حد بيطلع لي كده اللي هو عمرو كده يقول لي يا عم جواز ايه، ما انت كده برنس الليالي، عارف اللي هو بالنبره دي كده. اللي هي فيها فحيح. مفيش حد طلع له الناحيه الثانيه قال له اتجوزها. لا كل مره يطلع له بتاع اقتلها. الشيطان. ليه؟ طب عمرو ليه رفضت دورك في افاتار؟ رفضت اركب ديل.